هو لما واحد يقتل مراته أو أخته بحجة الشرف، هل دي رجولة ولا جريمة قتل مكتملة الأركان؟ في ناس بتعتبر القاتل بطل، لكن القانون بيقول حاجة تانية خالص. القانون المصري واضح وصريح، القتل العمد عقوبته بتوصل للإعدام، لكن في استثناء واحد بس: لو الزوج فاجئ زوجته في حالة تلبس بالزنا وقتلها هي أو شريكها، هنا القانون بيديه عذر مخفف، والعقوبة بتبقى من 24 ساعة لحد 3 سنين، وده مش تبرئة، ده بس تقديرا لحالة الغضب المفاجئ. أما بقى كلمة الشرف اللي بنسمعها في الشارع أو في العادات، القانون ما بيعترفش بيها. قتل الأخت، قتل البنت، قتل أي حد من غير التلبس ده يفضل جناية قتل عمد، عقوبتها الإعدام أو المؤبد. وهنا لازم نوضح حاجة مهمة في القانون: في فرق بين العذر المخفف زي حالة الزوج في الزنا، وبين العذر المشدد زي القتل مع سبق الإصرار أو قتل الأصول زي الأب والأم، والإعدام هنا بيكون وجوبي. يعني باختصار، القانون ميز بين الغضب المفاجئ اللي بيخفف وبين الجرائم الأخطر اللي بتشدد. الشرف الحقيقي مش إنك تقتل، الشرف إنك تحمي وتصون وتصون. قول لي بقى، أنت مع إن العذر المخفف يفضل موجود ولا يتلغي ونطبق الإعدام في كل الحالات؟ إحنا صوتك، صوت الحق، وأنت لو مش متابعنا فايتك كتير. سلام.